مشاهدة الفيديو لا تنسى النقر على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك كل الإشعارات، وشكرا. اهلا وسهلا. مساء الخير سي سام، مرحبا بك. مساء النور، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله. تعرف تحية ليك. الله يسلمك. تعرف نيامات هادو راني مع الشهادة تاعك، ما كنتش على بالي بلي عندك قصة طويلة. راك خبيت علينا حقائق وحقائق. انا كنت شايفك من قبل هكا عندك مداخلات في القنوات، لكن ما كنتش عارف القصة تاعك يعني بالضبط، وانك عشت في الجزائر وانه قصة طويلة. والله عشت في مخيمات العزة والكرامة وعشت سنوات في الجزائر، في تلمسان، في وهران، في تبسة، في درت. يعني عندك معرفة كبيرة بالجزائر يعني. وكنت كنت طالب، ما على باليش اذا تحب تحكي لنا شوية القصة تاعك. لا، هو ببساطة أنا والله في الحقيقة ما كنحبش نهضر على راسي أصلا لكن ولكن أنت كشغل عندك تجربة تعطي صورة للإنسان هذا، خصوصا أنه أنا نتكلم، أنا صراحة أنا كي نسمع لك نحب أنه الجزائريين يستفادوا من الكلام تاعك، لأنه القضية تاع الصحراء غير معروفة تماما. ربما راك عشت في الجزائر وتعرف بأنه التفاصيل الناس راهي ما تعرفش اصلا ما معنى الصحراء الغربيه المغربيه. هذه انا لهذا نحب يعني اذا تحب تحكي لنا شويه القصه تاعك. والله هو يعني اهميه يمكن هذه التجربه الشخصيه المتواضعه هو الاطلاع على قضيه من الجانبين، من الضفتين، خاصه في مخيمات تندوف وفي الجزائر. هنا انا مزداد هنا في الاقاليم الجنوبيه وكبرت هنا. وفي مرحلة معينة كان هناك نوع من الانفتاح الديمقراطي بين نهاية التسعينات بداية الألفينات، خاصة يعني تسامحني فقط، أنا ندير لك، أنا تعرف حنا رانا دولة عسكرية، ندير لك استجواب على الطريقة العسكرية. معناتها أنك ولدت في الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، يعني ولدت مواطن مغربي. طبعا تماما. أوكي، وكبرت في المغرب، كبرت وترعرعت في المغرب. أوكي. هو غير في مرحلة معينة، هو منذ بداية النزاع كانت هناك محاولة للبوليساريو للتغلغل في المناطق في الأقاليم الجنوبية، لكن تعززت قدرتها على التغلغل إبان الانفتاح، يعني خاصة بداية استلام عاهل البلاد محمد السادس الحكم، كان دشن يعني قفزة نوعية فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي. قبله حتى بسنوات كان هناك حكومة تناوب، كان احتضان للمعارضة التقليدية، عودة المعارضة من المنفى والى اخره، ولكن كانت هناك ايضا انفتاح للمستوى الحقوقي. تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، البوليساريو دخلت على الخط واستغلت تلك الاجواء الانفتاح. اظن انه الانفتاح توقف لما صارت حوادث تاع حادثه اغتيال الشرطي، وبدات الامور تنفلت نوعا ما فيما بعد. ما نظن هو بشكل عام الوضع في نهايه التسعينات الى اليوم افضل بكثير مما قبل، لانه ما قبل كان هناك سنوات جمر الرصاص، هذا ما اقصده. السبعينات والثمانينات كان هناك محاولات انقلابيه مع من اوكي قياسا للقبل. كان هناك الحرب ايضا في الصحراء، خاصه عانينا هنا في الصحراء من اجواء الحرب ومن الاجواء الامنيه والى اخره. ولكن في التسعينات كان هناك السلام، وعلى يعني حاله السلم، وعلى مستوى المركز كان هناك تدشين انفتاح ديمقراطي. المهم ما يهمني في الموضوع على انه الدعايه الانفصاليه دخلت على الخط وتوسعت قاعدتها، توسعت يعني كان هناك تنظيم، حتى تنظيم سري، ما يسمى ببوليساريو الداخل، محاولات لتأطير الصحراويين. والحقيقة الدعاية الانفصالية كانت قوية، حتى أكون صريح يعني، حتى نكون منصفين. الدعاية الانفصالية تلعب على وتر العاطفة، وتر العصبيات، وتر الشوفيني الضيق، الحس، وتر المظلومية أيضا، توظف الأغنية، الموسيقى، الشعر. المهم على أن في تلك الأجواء الشباب، الإنسان كي يكون في مرحلة معينة راه يكون ينجذب نحو الخطاب طبعا شعبوي ورومانسي وحالم. الشباب بالتأكيد، والتأطير كان على مستوى المراهقين وعلى مستوى الشباب، وكنت من ضمن هؤلاء الشباب الذين تأثروا بالدعاية الانفصالية وانخرطت فيما يسمى بالتنظيمات السرية وإلى آخره. في مرحلة معينة نضجت عندي فكرة. على العموم كان في الحقيقة، حتى أكون منصفا، التنظيمات أيضا، هذا التنظيم السري كان مخترق وتلقى ضربات قوية، خاصة على مستوى يعني قيادة التنظيم هذا الداخلي. في كل مرة كان يقبض على مخترق من جهاز المخابرات المغربي، يعني هو اللي كان طبعا كان مخترق دائما. وانا عشت يعني تفاصيل، يعني في محاولات مثلا كتابة منشورات
او يعني تعليق اعلام او بعض الشغب، كنا دائما نحس على اننا مخترقون وعلى انه بيننا من يوصل الاخبار الى هنالك. ولكن كانت هناك ايضا ضربه قويه سنه 2000 ربما، حينما يعني اعتقل بعض العناصر القياديه في هذا التنظيم الداخلي. والمهم على انه كان هناك مستويين، على انه البوليساريو تحولت للنشاط الحقوقي، ركبت على ذلك الانفتاح الحقوقي وبدأ تأسيس جمعيات والى اخره. انا كان اختياري اني انتقل للضفه الاخرى، خاصه حينما تفكك هذا التنظيم الداخلي. هذا راه نتكلموا فقط قبل قديميزيك، يعني ماناش في قبله يعني بكثير. قديميزيك كان 2010. انا نتكلم في بدايه عن الالفينات على ما اظن وين راك تتكلم. بدايه نتكلم على الفتره تحديدا منذ 99 حتى 2004، لاني التحقت بالبوليساريو سنه 2004 تماما. وكم كان يعني في السن؟ كنت في المراهقه ولا كنت في بالتاكيد في المراهقه، لانه في 99 كنت 16 عام، في 2004 كنت 20 تقريبا سنه ولا 21 سنه. وفي حقيقه الامر كنت ايضا انشط في خلايا اعلاميه، تحديدا خلايا اعلاميه وخلايا تلاميذيه والى اخره. ولكن في الضفه الاخرى تم توجيهي للعمل في راديو البوليساريو، لانهم كانوا بداوا يركزون على النشاط الحقوقي هنا وعلى ما يسمى بالنضال المدني. كيفاش كان اسمه وقتها؟ ماشي راديو الزمله؟ لا، هو سميته الاذاعه الوطنيه، ولكن لديهم اذاعات ما يسمى باذاعات جهويه على مستوى الولايات. في احدى تلك الاذاعات الجهويه ما يسمى باذاعه جهويه كان اسمها اذاعه زمله. هي الحقيقه التسميه ليست بنفس الدلاله في اللهجه المغربيه طبعا. اصلا موجوده الانتفاضه تاع انتفاضه الزمله يعني 70 تماما. هو حي في مدينه العيون، ونسبه للهضبه بالحسانيه الهضبه اسمها زمله، ولعلها لها اصول ايضا في اللغه العربيه. لكن كانت تسمى بالفعل اذاعه ولايه العيون، كانت لديها هذا الاسم دلاله على تلك الانتفاضه التاريخيه ضد الاستعمار الاسباني سنه 1970. لكن عموما تم توجيهي للعمل في الراديو، وعملت في الراديو لفتره لسنه. نقدر نسالك كيف خرجت من المملكه المغربيه وكيف دخلت الجهه الاخرى؟ كان سلس عن طريق موريتانيا طبعا، لانه في الفتره التي تنقلت فيها كان الطريق سالك والجوازات السفر متاحه، والطريق ليس فيه اشكال في الوصول بطبيعه الحال. من موريتانيا دخلت مباشره على المنطقه العازله ورحت للتندوف. تماما كان النقل متوفر والتنقل يعني سالك، خاصه في تلك الفتره. كان ايضا حتى الرقابه لم تكن بذلك الشكل في الطريق، بخلاف بعد ذلك بسنوات. كان الدرون غير موجود في تلك الفتره. تماما. لكن بخلاصه التجربه حتى لا اطيل، طبعا عملت في اعلام بوليساري، ولكن اصطدمت بواقع. يعني انا قادم من مناخ انفتاح حقوقي وتعدديه، يعني مناخ يتيح التعبير عن الرأي والى اخره. فاذا بك تقحم في بيئه منغلقه، بيئه عسكريتاريه، بيئه حزب واحد، فكره واحده وقمعيه وهيمنه بعض مجموعه من العناصر القياديه، وايضا مناخ من يعني من المحسوبيه والزبونيه والنعرات القبليه والى اخره، والفساد ايضا، الفساد والفوارق الطبقيه والى اخره. وشخصيا اصطدمت مع هذا الواقع. لم ألبث كثيرا حتى بدأت أنشط كمعارض، بدأت أكتب بعض المقالات المعارضة، لكن طبيعة الحال المعارضة محدودة تحت سقف البوليساريو. من داخل المخيمات. طبعا في المخيم كانت هناك حراكات ولا تزال، ولكنها خجولة، تقتصر على مثلا المطالبة بالإصلاح والمطالبة بالتغيير والمطالبة بالتشبيب إلى آخره، لكن دون تجاوز سقف. وقفت وقتها يعني على تجاوزات لحقوق الانسان وغير ذلك من امور من هذا الطابع، ام يعني كنت في الشق الاعلامي فقط؟ انا كنت يعني انشط كمعارض من خلال كتابه المقالات، وكنت احتك بهذه الحركات المعارضه، الحركات الشبابيه اساسا، وانضويت في بعضها. وعموما البوليساريو كانت يعني الحقيقه بدات تضعف ككل. كانت القدره على التعبئه ضعيفه، القدره على ضبط الاوضاع ضعيفه، الجانب الامني ضعيف، وبالتالي لم تكن لديها القدره ايضا اصلا لاعمال يعني القمع بشكل كبير. فضلا على انه كانت رغم الدعايه انها قويه، الدعايه قويه بحيث على انه لا يوجد من يعني يستطيع الخروج على سقف الجبهه، الكل منضوي في الجبهه، انت تعارض لكن ضمن اطار البوليساريو. وفي حال ما يعني في حال ما بلغ الامر انه تصير تشكك في البوليساريو فتجابه بالقمع طبعا. لكن كنت اقف اساسا
على يعني على شكل كبير من التسيب ومن الفوضى، خاصة بما يتعلق بتدبير المساعدات، وخاصة بما يتعلق بتدبير أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية. يعني أيضا تلقيت التدريب العسكري وانضويت في يعني الجناح المسلح الجبهة الانفصالية في المناطق العازلة، ومارست مهام العسكرية. ولاحظت أيضا ضعف، يعني الضعف الكبير في الجناح العسكري، الفوضى الكبيرة لا فيما يتعلق بالسلاح. ثم وكان هناك اختراق كبير من طرف أنا وقفت على الاختراق الفكر الديني المتطرف، يعني كان هناك استنتاج لدي منذ تلك الفترة على أن الأمر من الواضح أنه مدبر، لأنه كان يعني يتم نقل العناصر نحو مالي ونحو الصحراء الكبرى بشكل يعني يكاد يكون علني، يعني في وضح. أنا لهذا المرة الماضية كنت قلت أنه الإشكالية أيضا هو الرقم اللي يعطيه النظام الجزائري هو 176 ألف. على كل حال الأمور هذه لا أظن أن الرقم يصل إلى هذا الحد، لكن أنه فيما بعد حتى إذا بعد حل القضية يعني لا أظن أن المغرب سيقبل باستقبال يعني كل من هم في المخيمات، لأنه هناك خطاب متطرف، يعني ده خطاب داعشي بشكل صريح. ما نقولش الجميع منهم في المخيمات، لكن موجودة الإشكالية هذه يعني تاع الخطاب المتطرف. أنا لا أدري كيف سيكون التعامل مع الإشكالية هذه فيما بعد أصلا. لا هو يعني كان يعني بفعل فاعل، كان يعني متعمد الأمر، لأنه كما أسلفت ضعف قدرة الجبهة على التعطير، لأنه بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الألفينات، بدء الإنترنت وسنوات من السلم. يعني حينما نتحدث عن السلم معناها مبرر الحرب ومبرر التجيش ومبرر العسكرة لم يعد مقبولا، ثم تراجع المساعدات الإنسانية وتراجع الدعم الدولي، هذا أيضا أضعف البوليساريو، خاصة يعني بعد يعني تغير موقف القذافي. هذه العوامل كلها أفرزت ضعف للبوليساريو، فكان يعني الاستنجاد بالتنظيمات المتطرفة وبالفكر الديني المتطرف لأجل المساهمة في تأطير الشباب وفي ضبط تلك التوازنات القبلية والاجتماعية المعقدة، وأيضا المساهمة في الخطاب الديني المتطرف كأنه عامل لحشد نوعا ما الناس، وحشد يعني وللتوجيه وللضبط وللتعطير، أساسا أن تكون الناس مؤطرة لأنها بدأت تخرج عن طوع الجبهة، ولكن أيضا عامل للتنفيس، لأنه أنت لديك تكاثر يعني بشري، هناك قاعدة شبانية كبيرة، وهناك يعني غياب الأنشطة الاقتصادية وغياب الموارد، يعني ضعف غياب يعني سبل العيش غير موجودة. مثلا الحياه تاع الشاب يعني نتكلم في المخيمات، ما نتكلمش على العناصر المسلحه. يعني فيما تتلخص الحياه تاع واحد خصوصا المولودين مثلا في المخيمات، اليوميات تاعو؟ هذا هو المشكل بالضبط، لا يوجد اي افق، لا الاشكال لا يوجد امل اصلا. الحياة بالفعل بائسة، لأنه يولد في مخيمات في ظل العسكرة وفي ظل التأطير السياسي والتوجيه إلى آخره، لكنه يجد نفسه بدون أفق. يعني هناك أذرع كثيرة للتأطير، لكن هذه الأذرع في حقيقة الأمر في مرحلة معينة تعجز عن معالجة هذه المعضلة، معضلة البطالة ومعضلة الفراغ إلى آخره. لماذا؟ هناك مثلا أذرع تنظيمات جماهيرية تابعة للبوليساريو تؤطر الفئات، اتحاد النساء، اتحاد الشباب، اتحاد الطلبة، اتحاد العمال، حتى وإن لم يكن هناك عمال، لا يوجد مصنع واحد ولكن هناك اتحاد عمال. يعني الطلبة يدرسون في الجزائر وفي الخارج يتم ابتعاثهم، لكن حينما يعودون حتى وإن عادوا بشهادات لا يوجد أين يتم تشغيلهم، وبالتالي يتم إقحامهم في الجناح المسلح، والجناح المسلح يسوده الفراغ لأنه حالة السلم أيضا، وبالتالي السلم يولد تمرد. أصغر العناصر اللي شفتها في المسلحة في البوليساريو كم عمرهم؟ لا أنا كان معي قاصرين، احنا يعني في الدفعة أنا كنت تدربت في دفعة 2016 في ما يسمى مدرسة الشهيد الولي، كان تقريبا جميع المتدربين كنا نناهز عدد 500، أكثر من 500، قريب من 600، كان بيننا قرابة 60 قاصر، 60 قاصر موزع تقريبا، كان 60. هذا شاهدته بأم عيني، وبحسب ما قيل لي أنه الأمر يعني متعارف عليه ومعهود. لكن هناك طرق أخرى للتجنيد، لأنه حتى ما يسمى بالمدارس يعني حقيقة مدارس عسكرية، معسكرات، يعني قبل مرحلة التجنيد هناك تجنيد قبلي في مدارس المخيمات، وفي يعني كانت لديهم محاولات للإعداديات وإلى آخره، فيها ظروف عسكرة، لباس موحد. والمكونين يعني المدربين هل كلهم من البوليساريو أم هناك من جهات أخرى؟
لا شوف، في المدرسة الأساس كلهم من البوليسار، ولكن التدريب يختلف. هناك من يتم ابتعاثه مباشرة للتدريب في السكنات الجزائرية وفي المدارس العسكرية الجزائرية وحتى في الكليات العسكرية الجزائرية، بما في ذلك كلية الضباط في شرشال. لكن بعد التدريب الأساس الذي مدته 6 أشهر يتم إلحاق المتدربين بما يسمى بالنواحي العسكرية في المناطق العازلة وفي المواقع المتقدمة. وفي تلك المرحلة هناك مراحل تدريب أخرى ما يسمى بالاختصاص، وهي المرحلة أنا مررت منها شخصيا، بمعنى يختص المتدرب في النقل العسكري أو في الدفاع الجوي أو في المشاة أو إلى آخره، أو في المدفعية الثقيلة إلى آخره إلى آخره. وفي تلك المرحلة الاعتماد أساسا على الخبراء، على المدربين الجزائريين، حتى ليس فقط المدربين، حتى التقنيين، حتى الميكانيكيين، حتى يعني الصيانة يقوم بها. إذا فهمت التخصص يكون في المنطقة العازلة ليس بالضروره. المهم بعد التخرج من المدرسه العسكريه هناك مواقع فعلا مواقع متقدمه في المناطق العازله فيها تدريبات الاختصاص، ولكن هناك ايضا معسكرات اخرى في مخيمات تندوف يتم فيها ايضا الاختصاص. هناك سكنه معروفه تسمى اصطلاحا بالقاعده معروفة يتم فيها الاختصاص، وهناك مواقع أخرى معروفة يتم فيها الاختصاص العسكري. لكن في المجمل هذه التدريبات التقنية المختصة يشارك فيها الجزائريون أساسا، وفي مراحل أخرى كان يشارك فيها جنسيات أخرى، خبراء من جنسيات أخرى، سواء من يعني في السابق من ليبيا، من كوبا، في مراحل سابقة كان من أنغولا، من إيران، من عديد الدول التي تقدم الدعم من خلال. ربما الفترة اللي كي غادرت، ربما حتى غادرت هذيك، عمرك شفت إيرانيين أم لأنه هذه جات في فترة فيما بعد؟ لا، الإيرانيين كانوا يذكرون على أنه في مرحلة سابقة في الثمانينات، ثم بدأوا يذكرون مؤخرا في هذه السنوات الأخيرة. في مرحلة كنت أنا التقيت بالجزائريين أساسا، لم ألتقي بجنسية أخرى. الجزائريين هل التقيت منهم في المنطقة العازلة أم لا عسكريين؟ طبعا أنا صادفت يعني بعثة تقنية غرضها الصيانة، ويعني كانوا يستغربون من الفوضى، وكان يعني يتعاملون معهم بنوع من الاستهزاء. الناس برك المستمعين يكونوا في الصورة انه الامر يعني خطير جدا، انه يكونوا عناصر من الجيش الجزائري في المنطقة العازلة. يعني هذه تعتبر اشكالية حتى أؤكده لك، هذا يعني بمشاهدة ام عيني. والامر طبعا يتم بنوع من الحذر ونوع من السرية ونوع من اخره عسكرية، لكن اؤكد هذا الامر. ويتعاملون مسألة اخرى بنوع من الاستهزاء وبنوع من الفوقية يتعاملون معهم، والحقيقة هم معذورون لأنه يجدون نوع من الفوضى، خاصة فيما يتعلق بالصيانة، لأنه إمكانيات عسكرية هائلة يتم إهمالها. هذا هو مبرر تلك يعني النبرة. وهذا هو سؤالي، انت في التكوين تاعك هل كان يعني يبدو لك بانك عندك تكوين تاع انسان عسكري كما في اي مكان اخر؟ يعني عندك الامكانيات اللازمة من اجل انك تتكون؟ لا شوف، الامكانيات موجودة، لأن هذا الاشكال ليس في الامكانيات. أنا المشكلة ما لاحظته هو الفوضى، يعني غياب الانضباط، غياب الجدية، الفوضى والفساد، لأنه المنظومة العسكرية منظومة فاسدة جدا وفوضوية، تشهد الاتجار في السلاح، تشهد تسيب في الإمكانيات، تشهد اتجار في المحروقات. لكن هذا يرجع إلى العنصر البشري، يعني لأنه البوليساريو يعني مجموعة من مرتزقة فاشلين في تدبير أمورهم. هذه ملاحظة مجمع عليها، وهذا قلت لك من بين أسباب تلك النبرة الفوقية التي يتعامل بها الخبراء الجزائريين معهم، على أنهم يلاحظون نوع من الفوضى. الإشكال بالنسبة للخبراء والتقنيين الجزائريين ليس الفساد بقدر إهمال بعض الإمكانيات العسكرية الهامة. مثلا لأنه الجزائري خليك تكمل يعرف بأنه أمواله يعني مجندة من أجل توفير هذه يمول ويوفر إمكانيات، فإذا بها تتعرض للفوضى. مثلا سأعطيك مثال، عربات البي ام بي، عربات يعني مهمة، الصناعة السوفيتية في الثمانينات كانت من أكثر العربات تطورا، وهي عربات مدرعة وسريعة إلى آخره. تتضمن بعض الجزئيات، بعض المكونات الحساسة جدا، من بينها أجهزة رؤية ليلية ومن بين إلى آخره. يجدون هذه الأجزاء قد فقدت، بمعنى أنه بيعت. فيتحسرون على أن هذه إمكانيات مهمة
لا ينبغي التفريط بها بهذا الشكل. ماذا حصل لها؟ أين يعني لو عادت بالنفع على البوليساريو لما كان لديهم إشكال، ولكنهم يعرفون على أنها تنبيعها في السوق السوداء وربما وصلت للتنظيمات الإرهابية وإلى آخره. هذا من بين الملاحظات أيضا. وهذا بالنسبة لي كان مؤثر جدا، كان من أسباب، من مجموعة من العوامل التي تدفع المرء إلى مراجعة مواقفه وإلى يعني حالة من السخط وحالة من التذمر إزاء هذه. ولكن بطبيعة الحال السخط والتذمر يبقى في إطار محدود، لأنه لو تتكلم أكيد ليست هناك الحرية التعبير من أجل أنك تعبر على مواقفك. السقف هو أن تحترم إطار البوليساريو فقط، أن تحترم فكرة البوليساريو وأن لا تخرج عنها. يعني لا تستطيع أن تقول أنا ضد البوليساريو مثلا، ولكن تستطيع أن تزايد على القيادة مثلا ما دمت أنت في إطار دفاع عن الانفصال إلى آخره، فربما مقبول أن تزايد كما تشاء. لكن الجهة الوحيدة المسموح لها بتجاوز هذا السقف هو يعني الفكر الديني المتطرف. تجد التكفير ويعني التبديع والتفسيق وضد البوليساريو جملة وتفصيلا، ومع ذلك يترك لهم المجال يعني يعيثون كما يشاءون في المخيمات ويؤطرون الشباب. هذا واحد من العناصر اللي خلاك تبدا يعني كان عندك مشكل مع الخطاب الديني المتطرف، كان عندك إشكالية مع الجانب هذا أم هو الجانب التنظيمي بالأساس؟ أنا كان عندي مشكل أساسا مع الفكرة غير موجودة. هذه الفكرة التي كنت أؤمن بها وجدت ممارسات عكسها تماما، هذا هو الأساس. يعني أنت ربما تقدمت في السن أيضا، لأنه الإنسان لما يكون في عمره 18 17 سنة مش كما لما يبدأ ينضج أكيد. ويعني أن تكون متعاطف مع فكرة وأنت يعني يفصلك معها آلاف الكيلومترات، ليس أن تكون متعاطف مع فكرة مجردة، مع حلم، مع فكرة يعني مع قيم ومع مثل، ليس أن ترى بأم عينك واقع معاش يتناقض أصلا مع تلك الشعارات ومع تلك المبادئ ومع فهم. ثانيا بعض الممارسات هي نقيض لهذه الشعارات. يعني نحن كنا نؤمن بفكر حداثي تقدمي ثوري، فإذا بك تجد القبلية والعشائرية والمحسوبية والزبونية، فإذا بها ممارسات رجعية متخلفة. خصوصا أنه أنت لا تظن بأنه ما جعل بأنك عندك رأي مختلف لأنك أنت عشت في الأقاليم الجنوبية في المغرب. هل هذا يعني كان عامل أنه أنت ربما رأيت نوع من الاختلاف؟ بالتأكيد. لا، لأنه أنا عشت في انفتاح، هذا هو السبب. نحن كنا انفصاليون في المغرب، وكنا نعبر عن رأينا ونمارس نضال سلمي، وفي بعض الأحيان ننظم مظاهرات يعني ننخرط في هيئات حقوقية ذات توجه سياسي واضح مناصرة للانفصال، ولم نكن نتعرض لقمع ولا هم يحزنون. يعني ما في المغرب ما دمت لا يعني لا تقوض النظام العام، لا تغلق الطريق وترمي بالحجارة أو تعتدي، عبر عن قناعتك الانفصالية كما تشاء. فإذا بك أنت في مناخ قمعي يهيمن عليه الفكر الواحد، وحينما تعارض يتم أيضا شيطنتك وتشهير بك وتسفيهك، ولا يوجد أصلا أي مجال للحوار ولا أي مجال يعني للتعبير عن الرأي. أنت في جميع الأحوال ينبغي أن تكون إما بوليساريو إما إرهابيا متطرفا، يعني لا مجال لأي رأي مختلف. وأكيد أنك وقفت على فساد، لأنك تكلمت على قضية المساعدات والتلاعب بها ومسائل تاع فساد أيضا في هذا شيء يعني ملاحظ، هذا شيء أي شخص يعني عاش في المخيمات يلاحظه بأم عينه، حتى المراقبون. يعني الأمر ورد في التقارير الدولية، ورد في تقارير حتى البرلمان الأوروبي، ورد يعني الأمر ملاحظ. يعني والسرقة والنهب راهو على رؤوس الأشهاد، يعني لا يتم سرا. أنت في الرابوني ليلا ستشهد يعني نقل المساعدات الإنسانية جهارا نهارا، يتم إخراجها في اتجاه تندوف وفي اتجاه موريتانيا وفي اتجاه، وبل أنه هذه الشاحنة الصهريجية يملكها القيادي الفلاني وهي تهرب المحروقات، وهذه الشاحنة يعني البضائع للقيادي الفلاني والعلاني. هذا أمر يعني على كل حال بعلم السلطات العسكرية الجزائرية، على كل ليس فقط بعلم، في كثير من الأحيان بمشاركة. لا أظن أنه الأمر يقتصر عليه، لأنه في بعض الأحيان يعني الأمر أيضا مشاهد. بعض البضائع يتم تسويقها في تندوف مثلا المدينة، لأنه موجود السوق أصلا، السوق الخاص يعني تجد فيه البضائع موجودة منها. لكن في بعض الأحيان يتم تسويقها بشكل شبه منظم،
بمعنى انه السلطات على علم والمسؤولين على علم، والذريعه ربما هي ايجاد مصادر تمويل، ايجاد صناديق سوداء لمساعده البوليساريو في ايجاد مصادر تمويل خاصه بها الى جانب الدعم طبعا الرسمي والى اخره، ربما تحت هذه الذريعه. لكن في حقيقه الامر هو هذه الصناديق السوداء هي مجال للتربح وللانتفاع، وينخرط فيها ايضا القاده لانه العسكري. اصلا العتاد العسكري هو من تمويل من الميزانيه تاع الجيش الجزائري، يعني لا اظن ان هناك مصادر اخرى يعني تمويل كل الجناح العسكري بمحروقاته وبغذائه وبحتى رواتبه كلها من وزارة الدفاع الجزائرية. هذا أيضا أمر متعارف عليه أكيد. سي سلم أشكرك. أنا ماذا بيا نخليو الجزء الآخر لأنه ما زالت عندي أسئلة، خصوصا نخليو لهم شوية نخليو لهم السسبانس. لا هو كاين واحد السؤال على من التقيت وكلش، هذاك خليه لنا المره القادمه ان شاء الله ونكملوا وين. ولكن صراحه انا يعني شهادتك في غايه الاهميه، يعني ما فهمتش كيفاش انت كنت كاتبها علينا. لا بنحسن ظنك فقط. نحن لا صراحة وخصوصا الفكرة، وصدقني بأنه أنا حتى في الإحصائيات تاع اللايفات تندوف راهي من يعني تقريبا في التوب، يعني انه الناس الان في المخيمات راهم يسمعوا، وانه اظن انه التجربه تاعك ولا الاصطدام تاعك مع الفكر الانفصالي ربما هم ايضا يستفيدون للخروج من الوضع اللي هم موجودين فيه للاسف، واللي هو وضع لا اظن انه يقبله اي احد صراحه. اكيد هذا هو الدافع اساسا، والتحسيس بهذا المعاناه وبهذا الواقع المزري، هذا هو الدافع اساسا بالنسبه لي، وهذه قضيتي بحقيقه الامر، وهذا الجانب الانساني يعني المؤسف هذا النزاع المفتعل. اي اكيد. ويبقاو انا دائما نقول انه منهم، انا ما نتكلمش عن الناس اللي مسلحين، ولكن هناك ناس بالنسبه لهم ضحايا يعني، واتمنى لهم كل الخير وانهم يخرجوا من تلك المخيمات ويروحوا لحياه يعني افضل او حياه طبيعيه في الاقاليم الجنوبيه المغربيه. تماما. شكرا لك السي سلام ومرحبا بك معنا. شكرا يبارك فيك، يعطيك الصحه. واحد قال لك فيلم هندي، هذا هو الواقع تاعك، باسكو كي تصطدموا بالواقع يجيكم صعيب، لانه التفاصيل حنا هو في مقاله التفاصيل اللي تهمنا حنا كجزائريين، انه عندك الجيش الجزائري راه يدخل المنطقه العازله، هذا الامر وهذا الامر راه حقيقه بطبيعه الحال، وهذا الامر خطير جدا. معناتها الانخراط في النزاع، الجزائر النظام الجزائري اللي يقول لك لسنا طرف في النزاع، معناتها الجيش الجزائري يدخل في المنطقه العازله ويدعم ناس راهم يقصفوا في دوله جاره، يريدون تقسيم دوله جاره. وثاني هذه تصطدم هنا، تصطدم للاسف بالواقع تاع الخطابات هذه الفارغه تاع خوا. ما تقدرش تكون خوا مع بلد وانت راك تشوف واش راك دير، يعني انت راك تدعم عسكريا في من يريدون تقسيمه بعيوبهم بمشاكلهم بالطرق هذه تاعهم. لا وكان ثاني تصطدم بواحد الحقيقه وبالاموال بطبيعه الحال، الاموال ملايير من الدولارات اللي تذهب في التسليح. راك شفتوا كيفاش العتاد يقول لك انه المدرعه نشريوها تشترى باموال الشعب الجزائري بميزانيه الجيش الجزائري، من بعد القطع تاعها تباع في السوق السوداء، العرايه تاع البوليساريو يبيعوها. لا تطرح لنا الاشكاليه لينا هذه كجزائريين، وهذا هو المشكل. راهم اموالك، راهم الدراهم تاعك اللي راهم رايحين.